من فترة كنت شغال مع عيادة أسنان واقترحت عليهم يدخلوا سي ار ام للعيادة، واتفاجئت إنهم بيسألوني عن أهمية السي ار ام، ودي كانت إجابتي. من غير سي ار ام البيانات بتبقى متفرقة في واتساب، إيميلات، ملفات أو موبايلات الموظفين. إنما مع السي ار ام كل عميل ليه بروفايل كامل، بيانات، محادثات، تاريخ التعامل، وكمان بيبقى سهل الوصول لأي معلومة في ثواني. تاني حاجة السي ار ام بيساعدك تعرف الاكشن لكل عميل، سواء مهتم او في مرحلة التفاوض او في مرحلة البيع. ده غير انك تقدر تخصص الاوتوميشن عشان التسجيلات التلقائية والمتابعة المستمرة زي ارسال رسائل واتساب او ايميلات. كمان تأكيد المواعيد. هنا العملاء بتبدأ تحس بمتابعة منظمة وبتحس بالاحترافية فعلا، وده بيأثر مباشرة على رضا العميل. واللي ناس كتير ما تعرفوش ان السي ار ام بيوفر تقارير دقيقة عشان تقدر تتخذ القرارات بتاعتك، زي عدد الليدز ومصدر كل ليد. يعني بدل ما تبني قراراتك على التخمين، القرار بيبقى مبني على ارقام واضحة. كمان السي ار ام بيساعد في مرحلة التوسع، لو انت هدفك انك انت تكبر المشروع او تفتح فروع جديدة او تكبر فريق العمل، تزود حملات تسويقية، تستخدم قنوات تسويق. كل ده من غير سي ار ام هيقع، لان هتبقى بيبقى فيه زي ما بيقولوا كده فوضى كتير. لكن مع السي ار ام بتقدر تكبر، يعني تقدر تكبر الشركه من غير ما تفقد السيطره. طيب ايه الخلاصه اللي انت ممكن تستفيدها من الفيديو ده؟ ان من غير السي ار ام الشغل بيبقى عشوائي، بتخسر فلوس، بتصرف فلوس على الاعلانات من غير نظام تقدر تتابع بيه المبيعات بشكل واضح. انما لو عايز تبني نظام سي ار ام ومتابعه للمبيعات بتاعتك، ابعت لي وان شاء الله اساعدك.